السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الحاجة السخنة ديت في الجو البرد اللي احنا فيه؟ تعالي كده، انا جت العيال عايزين ياكلوا حاجة سخنة وتكون مسكرة وفي نفس الوقت، فجيت لقيت عندي شوية شعرية، فقلت ماما اعملها لكم. تعالوا نخش على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي. تاكل وهي دافية كده وسخنة كده، طعمها جميل جدا ويخليكم دافيانين كده وانتوا تحت البطانية. يلا بينا على البوتاجاز. عندي هنا في الطاسه معلقه زيت واحده، معلقه واحده ما تقليش عنها، يا زيت يا سمنه. حتى لو هتحطي سمنه يبقى نص معلقه، لكن لو زيت عشان بيبقى خفيف شويه تحطي معلقه واحده كده ممسوحه. تمام. هنزل بكوبايه شعريه اللي هو الفنجان ده بتاع الشاي، فانا هنزل فيه اللي هو الفنجان اللي هو بتاع الطقم الصيني ده. فانا هنزل بيه وهحط رشه ملح بتوحد لون الشعريه معايا. فانا هتني اقلب فيها لغايه ما تاخد اللون الذهبي معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا اخدت معايا اللون الذهبي كده زي ما انتم شايفين. بالطريقه دي ايدك ما تسيبهاش، هي كده كده طالما رشيت رشه الملح هي هتوحد معاكي اللون. تمام. هنزل بقى عليها بشويه ميه صغيرين، قيمه نص كوبايه. علشان احنا مش مكترين في الشعريه، وفي نفس الوقت انا مش عايزاها تبقى معجنه معايا، انا عايزاها تبقى مفلفله. فانت هتحطي نص كوبايه يدوبك بس الشعريه تستوي، تبقى مفلفله معاكي كده. فانا دلوقتي حطيت النص كوبايه اهوت. همسكها بقى دي تقليبه، وهغطي عليها واسيبها تستوي، ونخش على الخطوه التانية. الخطوه التانية بقى عندي هنا كيلو حليب. انت بقى عايزه تعملي نص حليب والنص ميه، ده حاجه ترجع لك انت. عايزه 3/4 حليب والربع ميه، ده حاجه ترجع لك بردك انت. بس المهم يكون في حليب. وهنزل ب3 معالق كاستر زي ما انتم شايفين كده. تمام. همسك الكاستر بقى والسكر طبعا حسب التحليه، انت تحطي السكر حسب تحليتك انت. هحط السكر وهقلب الكاستر طبعا كل ده على البارد. انا لسه لحد وقتنا هذا ما شغلتش البوتاجاز خالص، انا حاطه الحله على عين البوتاجاز بس مش مشغله عليها. تمام. هقلب فيها لغايه الكاستر ما يختفي خالص في قلب اللبن، في قلب الحليب. وبعد كده هنزل بكيس فانيليا والسكر زي ما احنا اتفقنا حسب التحليه، وهقلبها. وبعد كده هولع عليها البوتاجاز وهتني بقى ايه، اقلب فيها لغايه ما اشوف القوام اللي احنا عايزينه مع بعض عامل ازاي. هنا بقى كده شغلت عليها اهيت، والشعريه عندي هنا استوت خلاص وطفيت عليها. بصوا مفلفله معايا ازاي، مش معجنه ولا اي حاجه خالص. طفيت عليها وغطيت عليها. وهنا بقى ايه، انا بقلب في الكاستر لغايه ما اوصل للقوام اهو زي ما انتم شايفين القوام اللي انا عايزاه. وصلت للقوام ده. هاخد بقى الحاجه ديت ونغرفها بقى ونشوف هنغرفها ازاي ونقدمها ازاي. زي ما شفتها كده في اول الفيديو، اي بوله عندك او اي كاسات او اي حاجه مجات اي حاجه، هي ميزتها ان هي بتتاكل وهي سخنه، فانت تحطيها زي ما انت عايزه في بولات في كاسات. انا عندي هنا الكاسات ديت. تمام. هحط في كل كاس او في كل كوبايه معلقتين. تمام. وهمسكها بفضي فوق منها الكاستر لغايه من الكاس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. انا هنا خلاص كلها عبيتها بالطريقه دي. المتبقي عندك عايزه تحطيه على الوش زي ما انا حطيت كده وتزيني براحتك. عايزه تحطي، انا طبعا كان متبقي عندي تاني بس انا حبيت اوريكم يعني ان لو ممكن تزيني بالشعريه، لكن انا كان عندي بردك جوز هند. انا بقى عندي الباقي هحطه في عامل معايا 4 اطباق تاني، في كل طبق بردك معلقتين. وحطيت بردك الكاستر وحطيت بقى زبيب وجوز هند. انت تزيني بالطريقه اللي انت عايزاها، جوز هند وزبيب المتوفر عندك اعملي. مش معاكي خالص، ما عندكيش خالص، احط على وشها شويه شعريه. انا عايزه اقول لكم بس ان دي مش بتتاكلش غير وهي سخنه، بتبقى طعمها جميل جدا. حتى لو مثلا الطبق بات ولا حاجه، ممكن لو عندك ميكروويف تسخنيه في الميكروويف بيبقى طعمها حلو برضه. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعملوا شير كتير. ان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. كلها وهي سخنه بتبقى طعمها احلى من وهي بايته. دي حاجه سريعه ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.